سلام. الفيلم ديالنا كيبدا مع مجموعة من الباحثين في شركة بايوتو. هاد الشركة وصلتها معلومات بلي الغابة فيها شجرة سميتها شجرة الحياة، وهاد الشجرة وسط منها كاينة واحد الطاقة كبيرة بزاف، والماء اللي داير بها قادر انه يعالج اي مرض. فقرر فريق الباحثين انهم يمشيو للغابة باش يقلبوا على الشجرة، وكان هاد الفريق بقيادة الدكتور موليبتو ومراتو مولي اللي كان يلاه تزاد عندهم ولد صغير سميتو إل. دازو ايامات والدكتور موليبتو ومراتو قدروا انهم يعرفوا بلاصة الشجرة، ولكن لقاو بلي كتعيش حداها قبيله من البوكيمون سميتها الزاروت، وهما اللي كيحرسوا الشجره. فالدكتور موليبتو عرف بلي الا حاول يقرب للشجره غيشكل خطوره على البوكيمون، فوقف البحث وقرر ما يقول لحتى شي واحد البلاصه ديال الشجره. ولكن واحد من فريق البحوث سميتو الدكتور زيد ما كانش عاجبو الحال ملي عرف بلي البحث غيتوقف من بعد هاد الخدمه كامل، فمشى عند الدكتور موليبتو وضرب معاه. ولكن واخا هكاك الدكتور موليبتو ما قال ليه والو على بلاصه الشجره، وهادشي باش يحافظ على البوكيمون اللي في الغابه. فالدكتور زيد تعصب وقرر انه يتخلص من الدكتور موليبتو ومراته باش هو ياخذ المشروع ويرجعوا يقلبوا على الشجره عاوتاني. وداكشي اللي وقع في الليل تبعهم بالطوموبيل، والدكتور موليبتو ومراته خباو السلسله اللي فيها المعلومات في العنق ديال ولدهم، والدكتور زيد بقى كيضربهم بالطوموبيل ديالو حتى تقلبات الطوموبيل ديالهم. في هذيك اللحظه الدكتور موليبتو ومراته عرفوا بلي صافي غيموتوا، فسدوا الصندوق على ولدهم الصغير وحطوه في الواد باش ما يلقاش الدكتور زيد ويقتلوه حتى هو. المهم الطوموبيل تفرقعت، ومع الاسف الوالدين ديال إيل ماتوا، وهكا الدكتور زيد نجحت ليه الخطه ديالو، ودابا هو اللي غيشد المشروع وغيكمل في البحث على الشجره. ومن هنا غيبدا الفيلم ديالنا. هادو القبيله ديال الزاروت، الحراس ديال شجرات الحياه، وهما اقوى بوكيمون في الغابه. فواحد من هاد القبيله واللي الاسم ديالو دادا سمع صوت ولد صغير كيبكي، فمشى كيقلب باش يعرف الصوت منين جاي، وبالفعل وصل ليه ولقى ولد صغير جنب الواد. وهاد الولد الصغير هو الابن ديال الدكتور موليبتو. فدادا ما كانش عارف شنو يدير، وكان خايف يخليه وتوقع عليه شي حاجه، فقرر ياخدو معاه. وداك الشيء اللي وقع، دا معاه ومشى للقبيله ديالهم، حاول يقنعهم باش يخليو الولد الصغير معاهم، ولكن القبيله كلها كانوا رافضين هاد الفكره، وقالوا ليه بلي خاصك تخلص من هاد الولد. ولكن دادا ما وافقش، وقرر انه ينسحب من القبيله ويمشي يقلب على الوالدين ديال إيه. وبطبيعه الحال ما كانش عارف بلي الوالدين ديالو ماتوا، فكاع اللي في القبيله بداو كيضحكوا وقالوا عليه بلي مسطي، وهادشي عاد خلى القبيله ديالهم على قبل ولد صغير. المهم دادا بدا كيقلب على الوالدين ديال إل، مشى للمختبر القديم ولقى فيه تصويرة الولد مع والديه، فقرر انه يخليه في المدينه باش يلقاه شي واحد ويربيه. ولكن ما قدرش يبعد عليه، فخداه عاوتاني ورجعو للغابه. ومن هذاك الوقت قرر انه يتبناه ويربيه، فسماه كوكو، وبدا كيعلمو اي حاجه محتاج يعرفها باش يعيش في الغابه. دازو سنين وكوكو كبر، وكاع البوكيمون اللي في الغابه ولا عزيز عليهم، وكان عايش هو ودادا. وهادشي حيت قبيله الزاروت تفرقوا معاهم من شحال هادي. وفي واحد النهار كوكو غيلقى واحد البوكيمون مريض، فخداه وكان غادي بيه لشجرات الحياه باش يعالجو في الماء اللي تما. ولكن دادا فكروا باللي هما ممنوعين من هذيك البلاصه، حيت الحراس ديال الشجره هما قبيله الزاروت، ولا شافوه تما غيوقع مشكل كبير. فدادا قرر انه يعالج البوكيمون، وداكشي اللي وقع. دادا غيخرج واحد الطاقه سحريه كبيره واللي غتعالج البوكيمون الصغير. فهاديك اللحظه كوكو استغرب وسول دادا كي دار ليها. دادا قال ليه هذه قوه سحريه وحتى شي واحد ما كيعرف يديرها من غير عدد قليل من قبيله الزاروت. فكوكو طلب منه يعلمو كيفاش يديرها، ولكن دادا قال ليه غتعلمها مع الوقت. بطبيعه الحال دادا كان عارف بلي كوكو ما غيعرفش يديرها، حيت هو انسان وهاد القوه خاصه غير بالبوكيمون. وفي جهه اخرى غنشوفو راجل البوكيمون ديالو بيكاتشو جاو للمدينه حيت راجل باغي يصيد البوكيمون من الغابه باش يدربهم. راجو بيكاتشو دخلوا للغابه باش يقلبوا على البوكيمون، وتما غيتلاقاو بشيرين واللي خدامه في فريق الابحاث ديال شركه بايوتو. راج تعرف عليها وقال لها بلي هو مدرب بوكيمون. وفي جهه اخرى كوكو كان كيلعب في الغابه، هو كيلعب غيتقطع به الحبل، غيدخل في الشجره وغيفقد الوعي وغيطيح في الماء. ولكن لحسن حظو شافو راجع وعتقو في اخر لحظه. من بعد دا السبيطار اللي في المدينه باش يتعالج، ومن اللي فاق كوكو استغرب من البلاصه اللي كاين فيها، حاول يهرب باش يرجع للغابه، ولكن الراجل وقفو وحاول يهضر معاه، فهمو بلي هو صاحبو ما كاينلاش يخاف منه. وبالفعل كوكو فهمو ولاو بزوج بيهم صحاب. وراج مشى جاب لكوكو حوايج جداد وشرى ليه لاكلاص. وبطبيعه الحال كوكو اول مره غيعيش هادشي كامل، فانا عرف بلي هو انسان وماشي بوكيمون كيف ما كان كيصحاب ليه. وفي الليل مشاو يتفرجوا في الاحتفالات ديال راس العام. من بعد كوكو طلب من راج يدخل معاه للغابه، وبالفعل كوكو دخل وراج تبعو من اللور واخا هو ما عارفش علاش داخلين. وفي واحد اللحظه دادا غيشد راج وبيكاتشو وبدا كيغوت على كوكو حيت كان غابر النهار كامل. ولكن كوكو بدا كيعرف دادا وقال لي بلي انت عارف من الاول انني انسان وما قلتهاش ليا.
من بعد سولو على العائله ديالو وقال ليه بلي انت عارفهم فين كاينين. دادا قال ليه بلي قلبت على العائله ديالك ولكن ما لقيت والو، فوراه التصويره ديال والديه وعطاه السلسله اللي لقى عنده ملي كان صغير، وقال ليه بلي هادشي اللي كنعرف على والديك وكنت عارف بلي هاد النهار غيجي. دادا غيخرج من المختبر وهو مقلق، وكوكو غيقرر يمشي يقلب على والديه حيت دابا عنده تصاورهم وغيقدر يلقاهم بسهوله. راج ملي شاف التصويره لقى في الحوايج اللي لابسين والدين كوكو نفس العلامه اللي عند شيرين في الحوايج ديالها. فقال لكوكو انا عرفت الشركه اللي كانوا خدامين فيها والديك، غنمشيو نسولو عليهم تما وضروري غنلقاو شي حاجه. وبالفعل في الصباح مشاو لشركه بايوتو، دخلوا لعندهم وتلاقاو برئيس الابحاث، والمفاجاه هي ان رئيس فريق الابحاث هو الدكتور زيد، وبطبيعه الحال كنا عارفين شكون هو. المهم راج ورا ليه التصويره وقال لي بلي بغينا نعرفوا شكون هادو. فالدكتور زيد قال لي هذا الدكتور موليبتو ومراته الدكتوره مولي، ومع الاسف ماتوا في كسيده هذه 15 عام، واللي معاهم في التصويره ولدهم بدا الدكتور كيشكر فيهم، وكوكو بطبيعه الحال كان كيسمع لهضرته وهو مصدوم، حيت نهار اللي عرف بلي عنده والديه طلعوا ميتين. فالدكتور زيد ملي عرف بلي كوكو هو ولد الدكتور موليبتو قال لي بلي خاصنا نديرو مسح للسلسله ديالك باش نتاكدوا بلي انت بصح ولد الدكتور موليبتو. كوكو وافق والدكتور زيد دار مسح للسلسله ولقى فيها معلومات على شجره الحياه، وهادشي بالضبط اللي كان باغي الدكتور زيد. راج في هذيك اللحظه غيقول للدكتور زيد بلي كوكو ربى بوكيمون من قبيله الزاروج. فالدكتور زيد طلب من كوكو يقول ليه البلاصه ديال الشجره وحط ليه جهاز ديال التتبع على كتفو، ولكن كوكو رفض يقول ليه. خرج من تما وهو مقلق حيت والديه ماتوا. مشى جلس قدام شجره الحياه وبدا كيبكي. بطبيعه الحال راج تبعو باش يواسيه، ولكن كوكو غيكتشف بلي شي حاجه لاصقه ليه في كتفو، واللي هي جهاز التتبع اللي حط ليه الدكتور زيد. في نفس الوقت الدكتور زيد قدر يوصل للبلاصه ديال الشجره، دار فحص للماء اللي داير بالشجره ولقى بصح بلي هذاك الماء كيعالج اي مرض. فالدكتور زيد طلب من الفريق ديالو يضربوا الشجره بالصواريخ باش يعرف مصدر القوه ديالها، وبالفعل الفريق بداو كيضربوا بالصواريخ، ولكن قبيله الزاروت وصلوا لعند الدكتور وبداو كيدافعوا على الشجره ديالهم. وراجو كوكو حتى هما حاولوا يمنعوا الدكتور زيد، ولكن المحاولات ديالهم بلا فايده حيت الروبوت ديال الدكتور كان قوي بزاف وكان كيرد الضربات ديالهم. وبجا اخر دادا مشى لعند كاع البوكيمون اللي في الغابه، طلب منهم يساعدوا القبيله ديال الزاروت في المعركه ديالهم، حيت الحل الوحيد باش ينتصروا على الدكتور هو كاع البوكيمونات يتحدوا. وبالفعل وصل دادا وكاع البوكيمونات اللي في الغابه، فبدات المعركه الكبيره. دادا بدا كيتحارب مع الدكتور وكيدافع على كوكو والشجره حتى صافي الطاقه ديالو سالات وكان غيموت. في هذيك اللحظه قبيله الزاروت قالوا لكوكو بلي خاص يديوه للشجره باش يتعالج في الماء قبل ما يموت. وبالفعل خداو دادا لتما وحطوه في الماء، ولكن مع الاسف ملي الدكتور ضرب الشجره بالصواريخ السحر اللي في الماء اختفى وما بقى كيعالج حتى واحد. فكوكو بدا كيبكي حيت دادا ما بقى ليه والو ويموت. وفي جهه اخرى راجعوا كاع البوكيمونات بداو كيتحاربوا مع الدكتور زيد، والفرق اللي مع الدكتور زيد ما كانش عاجبو داكشي اللي كيدير فيه. فقالوا الراج بلي نقطه ضعف الروبوت هي ظهرو، ولا ضربو تما الروبوت كامله غيوقف. فراج طلب من بيكاتشو يضرب الروبوت في ظهرو، وكاع البوكيمونات غيعاونوا بيكاتشو باش يوصل لعند الروبوت. وبالفعل بيكاتشو وصل وقدر يضرب الروبوت في ظهرو حتى طاح، وهكا قدروا ينتصروا على الدكتور زيد. وفي جهه اخرى غنشوفوا بلي دادا ما بقى ليه والو ويموت، وكاع القبيله ديال الزاروت ما كانوا عارفين شنو يديروا. اما كوكو فحط يديه على الجرح ديال دادا وكان كيحاول يخرج الطاقه السحريه اللي كان خرجها دادا شحال هادي ملي عتقوا البوكيمون الصغير. وبطبيعه الحال كاع القبيله كانوا عارفين بلي مستحيل يديرها كوكو حيت هاد الحركه كان كيديرها غير دادا، ولكن على غفله الطاقه السحريه خدمات وبدات كتعالج في دادا، وكوكو نجح وقدر يعتق دادا. وكاع الزاروت ما كانوش متيقين داكشي اللي دار كوكو. في هذيك اللحظه كان الدكتور زيد كيحاول يهرب، شافو كوكو وتبعوه، ملي شدو ربطوه في الشجره. وبطبيعه الحال راجو كاع البوكيمونات كانوا فرحانين حيت انتصروا عليه. من بعد قدموه للبوليس باش يتحاكم على داكشي اللي دار وعلى الجريمه اللي ارتكب هذه 15 عام. من بعد رجعوا الدكاتره والبوكيمونات كيصلحوا في الغابه وكيقادوا في الحوايج اللي تدمرات، والغابه ولات ديال كاع البوكيمونات. وقبيله الزارو طلبوا من دادا وكوكو يرجعوا معاهم عاوتاني. دادا وافق، ولكن كوكو قرر يسافر ويدور العالم، وهادشي باش يوحد البشر مع البوكيمون. وبطبيعه الحال دادا وافق وما وقفش ليه في طريقه، فداروا احتفاليه كبيره باش يودعوا بها كوكو. والدكتوره شيرين ولات هي المسؤوله على شركه بايوتو، وعطات وعد لكاع البوكيمونات باللي غتحافظ على الشجره والغابه. اما راج فمشى يكمل الرحله ديالو في تدريب البوكيمون، وكوكو مشى باش يدور العالم ويوحد البوكيمون مع البشر. وهنا غنوصلوا لنهايه الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيديو ما تنساش تضرب معاك ديك لايك، ولا ما كنتيش مابوني تابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.